بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طلاب حبايب قلبي، طلاب الصف التاسع الأساسي، ربي يرضى عنكم ويرضيكم ويرفع قدركم في الدنيا والآخرة. مثل ما كنت معكم في بداية الفصل الأول بشرح وتهكير الفصل الأول، الآن أنا معكم بالفصل الثاني لنفهم الفصل الثاني ونركز عليه، لأنه الفصل الثاني يعتمد على الفهم ثم الفهم ثم الفهم. وإن شاء الله الآن حنبلش في شرح الدرس الأول من كتاب الطالب. الدرس الأول هو عبارة عن الأجزاء المتناسبة في المثلث. الأجزاء المتناسبة في المثلث. أستاذ، قبل ما نبلش إحنا متعودين نفهم العنوان شو بحكي لي. الأجزاء يعني في عندي أجزاء، مالها الأجزاء متناسبة. شو يعني يا أستاذ متناسبة؟ يعني الأجزاء مالها في عندي تناسب بين كم من شغلة في المثلث، يعني في عندنا أجزاء متناسبة في المثلث. تمام يا أستاذي. نأخذ النظرية الأولى مع بعض. إذا وازى، أستاذ كلمة وازى شو معناها؟ هسه بنشرحها. مستقيم ضلعا من أضلاع المثلث وقطع ضلعيه الآخرين فإنه يقسمها إلى قطع مستقيمة متناظرة أطوالها متناسبة. أستاذ والله ما فهمت، أنا بحكي لك هسه بدنا نفهم. عندي مثلث، ثواني، هاي هون عندي، ثواني، تمام، عندي هون مثلث، المثلث A B C، صح ولا لا؟ تمام. إذا وازى، شو يعني يا أستاذ إذا وازى؟ عندنا خطوط، الخط اللي هيك ماله مع الخط اللي هذا موازي. شو يعني موازي يا حبيب قلبي؟ يعني الخط اللي هون شو ما مديته إلى مدى الحياة، والخط الثاني خلينا نسمي هذا ال ونسمي هذا ام، شو ما مدينا ال إلى مدى الحياة مستحيل يتقاطع مع المستقيم ام. طيب يا أستاذ في ملحوظة صغيرة، إنه ميل الأول، إنه ميل ال يساوي ميل ام، يعني الميل إلهم نفس الإشي. طيب يا أستاذ اشرح لنا إياها على المثلث. عندي الضلع AC، صح؟ بدي أرسم ضلع موازي إله، يعني هاي ضلع موازي إله آخر، فإن الضلع خلينا نحكي ABCDE، الضلع AC ماله موازي لأي ضلع DE. تمام يا أستاذ؟ تمام. شو يعني؟ شو حكيت لي يا أستاذ؟ يعني يا حبيب قلبي إنه القطعة اللي عندي هون على القطعة اللي عندي هون تساوي القطعة اللي عندي هون على القطعة اللي عندي هون. ما فهمتش يا أستاذ؟ هسه خلينا نروح نحكي. هسه الآن عندي، شايفين القطعة هاي؟ القطعة اللي هون هاي القطعة CB، هيها CB، تمام، على قسمة BA تساوي CD على DE. يعني الجزء اللي هون على الجزء اللي هون يساوي الضلع اللي هون على الضلع اللي هون. خلينا ناخذ أول مثال، مثال رقم 1 في الكتاب. بحكي لي يا أستاذ في المثلث، عندنا مثلث آتي، ماله يا أستاذي؟ عندنا المثلث الآتي بحكي لي هو عبارة عن، فأجد المثلث PQR إذا كان ST يوازي QR، الضلع اللي هون يوازي الضلع اللي هون. متفقين يا أستاذ؟ والله يا أستاذ متفقين. وحكالي إنه TR هاي الضلع اللي هون يساوي 3، والضلع PT يساوي 9. تمام يا أستاذي. SQ 5. فأجد PS، بدنا نوجد الضلع المجهول اللي هو عندي X. أستاذ وإنت تحكي لي، أنا عرفت إنه من الحل إنه أنت حكيت لي الجزء اللي هون على الجزء اللي هون يساوي الجزء اللي هون على الجزء اللي هون. بحكي لك برافو عليك 100%، يعني 5
على، خلينا نصغر الخط شوي، 5 على ايش؟ لحظة نصغر الخط. 5 هيها على اكس، هاي على هاي، تمام ولا مش تمام يا أستاذ؟ تمام. يساوي 3 على 9، 3 على 9. تمام تمام يا أستاذ، هاي احنا بنعرف نحلها، أخذناها بصف سابع. بحكي لك برافو عليك، احنا أخذناها بصف سابع والآن حنطبقها بصف تاسع. اضرب ضرب تبادلي. شو يعني يا أستاذ ضرب التبادلي؟ يعني 5 ضرب 9 كم؟ 45. برافو عليك. 3 ضرب اكس، 3 اكس، هاي يساوي، آسفين ثواني، يساوي 3 اكس. هسه شو بعمل يا أستاذي؟ الآن بقسم على 3، بقسم على 3، 3 مع 3 بتروح، بصفي عندي اكس يساوي 45 تقسيم 3 كم يا أستاذ؟ بروح على القسم الطويلة اللي انتم ما بتحبوها، ال 45 هون، الثلاثة هون، 4 فيها كم من 3؟ 1 يا أستاذ، 1 ضرب 3 3، اطرح 4 ناقص 3 1، 1 فيها كم من 3؟ ولا وحدة، بنزل ال5 يا أستاذي يا حبيب قلبي. 15 تقسيم 3 3، 5 عفوا، 5 ضرب 3 15، وبعطينا 0 0. تمام. فالإكس كم تساوي؟ 15. وهيك انتهى عندي الجواب. سهلة ولا صعبة؟ أرجع أعيدها. أستاذ أعطانا إنه الضلع ST يوازي QR، تمام؟ إن شاء الله يكون تمام. عندي لأنه يوازي من النظرية اللي أعطيتني إياها يا أستاذ، لأنه يوازي فإن التناسب 5 تقسيم X يساوي 3 تقسيم 9. طيب في طالب شطور فيكم بده يسألني سؤال، بده يحكي لي يا أستاذ طيب لو عكسنا صارت X تقسيم 5 هل يساوي 9 تقسيم 3؟ بحكي له حيطلع الجواب نفس الاشي، بس ولكن بدي انتبه، إذا ببلش من الضلع اللي هون لازم أبلش من الضلع اللي هون. تمام يا أستاذي؟ تمام بإذن الله. نروح على السؤال الثاني اللي هو أتحقق من فهمي. أستاذ أتحقق من فهمي، بحكي لي السؤال إذا كان المثلث، ماله المثلث حبيب قلبي؟ RTS RTS، إذا كان WS كم؟ WS 6. ها هون هو مش حاط لنا إياهن. RT كاملة، RT كاملة كم؟ معطينا إياها 9. بحكي له يا عيني عليك. نكمل ثواني، نكمل. الآن معطيني RL، هاي القطعة اللي هون RL معطيني إياها كم؟ 5. فبحكي لي وإذا كان LW الضلع اللي هون موازي للضلع TS، بحكي لك يا عيني عليك بده إيش؟ RW بده الضلع اللي هون. طيب يا أستاذي يا حبيب قلبي، معطينا الضلع اللي هون ومش معطينا الضلع اللي هون، حكينا ماشي. الضلع هذا RL معطينا إياه ويساوي 5، بحكي لك تمام. طيب كم LT؟ إذا طوله كامل، إذا طوله كامل، ها خلينا نرسم هون. إذا كان طوله كامل، لحظة، إذا كان طوله كامل كم يساوي؟ 9. هاي طولها كاملة 9. طيب يا أستاذ من هون لهون هاي 5، لهون 5، هاي طولها 5. طيب كم المتبقي لل9؟ برافو عليك 4. فكم طول LT؟ 4. يعني هاي 4 وهاي 5 وهاي 6 وهاي ما بعرف كم. فبحكي يا أستاذي يا حبيب قلبي، بحكي خلينا نبلش عكس. 5 على 4، هاي 5 على 4 يساوي، بلشت من هون، هاي أفرضها X على 6. تمام؟ إن شاء الله. X 5 ضرب 6 بضرب ضرب تبادلي، X ضرب 4. 5 ضرب 6
برافو عليك يا بطل. 30 يساوي إكس ضرب 4، 4 إكس. تمام يا أستاذي؟ إن شاء الله يكون عندنا تمام. الآن شو بعمل؟ عندي 4 إكس، كيف بدي أتخلص من الإكس اللي عندي؟ يا أستاذ بقسم على 4، قسمة 4 تقسيم 4. تمام؟ تمام. 4 تقسيم 4 بروح بصف، ما بصفي عندي صفر، بصفي عندي 1، فبصير عندي إكس يساوي 30 تقسيم 4 كم؟ فيها 7.5. تمام يا أستاذي؟ طيب يا أستاذ شو عرفك إنه 7.5؟ أنا حسبتها 30 تقسيم 2 15. 15 ضل من الأربعة 2، 15 تقسيم 2 7.5. طيب يا أستاذي يا حبيب قلبي علمنا على القسمة الطويلة. طيب لازم كمان نتعلم برضو على إيش؟ على الآلة الحاسبة. بس خلونا 30 تقسيم 4. الأربعة الثلاثة فيها كم من 4؟ ولا واحد يا أستاذ. بحكي لك تمام. 30 الآن باخذ 30 فيها كم من 4؟ أستاذ 4 ضرب 8 32، أكثر من 30. طيب السبعة، جرب السبعة. 7 ضرب 4 كم؟ 28. ناقص 30 ناقص 28 2. تمام ولا مش تمام؟ تمام يا أستاذ. 2 فيها كم من 4؟ ما بعرف، ارفع فاصلة ونزل صفر. 20 فيها كم من 4؟ 5 يا أستاذي. 5 ضرب 4 20. 20 ناقص 20 0 0. فكم الجواب؟ 7.5. كم قيمة الإكس اللي عندي هون؟ فإذا قيمة الإكس اللي عندي R W الضلع RW يساوي كم طلع عندي؟ 7.5. تمام يا حبايبي. الآن حناخذ الفكرة الثانية، الفكرة اللي بتحكي لي عكس النظرية اللي عندي. أي نظرية يا أستاذ؟ إني حكيت النظرية الأولى اللي في بداية الحصة، إنه النظرية عندي يا أستاذ إذا كان عندي مستقيم موازي لأحد أضلاع المثلث فإن الأجزاء المتناسبة متساوية. الآن بدنا نثبت العكس. إذا كان عندنا مثلث ومعطينا إياه أرقام، هل إنه المستقيم اللي راسمه هل هو موازي أو مش موازي؟ تمام. إذا قطع مستقيم ضلعين في المثلث وقسمهما إلى قطع مستقيمة متناظرة أطوالها متناسبة فإن المستقيم يوازي الضلع الثالث للمثلث. الآن بدنا نشوف. عندنا السؤال رقم 2 بحكي لي يا أستاذي يا حبيب قلبي، في المثلث QMP إذا كان MR هي عبارة عن 16، MR هي عبارة عن 16، وعندي NP عبارة عن 3، NP عبارة عن 3. بحكي لك يا عيني عليك. وMN 12، MN هاي 12، بحكي لك يا عيني عليك. وRQ برضو يساوي 4، RQ برضو تساوي 4. بحكي لك تمام يا أستاذ. فأحدد إذا كان عندي هل المستقيم RN موازي للمستقيم QP. أنا الآن بدي أشتغل على نظرية التناسب. إذا كانوا القسمين بيساوين بعض فمعناته المستقيم RN يوازي المستقيم QP. خلينا نحله إن شاء الله مع بعض. فبحكي لك يا أستاذ على نظرية التناسب. MN كم؟ 16. بحكي لك برافو عليك. RQ كم؟ 4 يساوي MN كم؟ 12 تقسيم NP كم؟ 3. الآن هل المقدار اللي عندي هون يساوي بعض ولا لا؟ نشوف. 16 تقسيم 4 يا أستاذ، هاي الكل بيعرفها. هل تساوي 12 تقسيم 3 4؟ يعني 4 تساوي 4 صح ولا لا؟ مش مختلفين يا أستاذ. فإذا إنه النسبة هون تساوي النسبة اللي هون فمعناته بنستنتج من النظرية إنه المستقيم RN ماله يا أستاذي؟ موازي للمستقيم QP. بإمكاني أحل هيك وبإمكاني أحكي له إنه RN المستقيم RN ماله يا أستاذ؟ موازي لأي مستقيم QP.
تمام يا حبايبي؟ إن شاء الله يكون تمام. الآن عندي أتحقق من فهمي. في المثلث AEC إذا كان، خلونا إذا كان هاي معطينا AB، كم AB؟ تساوي 15. بحكي لك ماشي، هاي 15 كتبت لك يا أستاذ. وBC كم؟ 25. BC هاي كاملة طويلة كم؟ 25. بحكي لك ماشي. وكان عندي DC يساوي 20، DC يساوي 20. تمام. وED كم يساوي؟ 12. تمام يا أستاذ؟ بحكي لك تمام. الآن عندي هذا المثلث، شو المتناسب؟ 25 مع 15 وال20 مع 12. فبصير عندي يا أستاذ على نظرية التناسب. تمام؟ تمام. بصير عندي 20 تقسيم 12 هل يساوي يا أستاذي 25 تقسيم 15؟ الآن بنشوف. فبحكي لك يا حبيب قلبي، بدي أقسم الطرفين على أكبر رقم ممكن يقسم فيه الطرفين. يعني 20 تقسم على 2 وال12 برضو تقسم على 2. ماشي. طيب 20 برضو تقسم على 4 وال12 برضو بتقسم على 4. هاي رقم كبير أكبر من الاثنين. 20 تقسم على 5 ولكن ال12 لا تقسم على 5. تمام. الآن بلاقي الأربعة 20 تقسيم 4 و12 تقسيم 4. 20 تقسيم 4 كم؟ 5 يا أستاذ. على 12 تقسيم 4 3. بحكي لك تمام. 5 على 3 هل تساوي القسم اللي هون؟ ال 25 وال 5 على شو بقبلن؟ أكبر عدد. برافو عليك يا بطلي. على 5 تقسيم 5. الآن بروح بحكي 25 تقسيم 5 5 بعين الحسود، و15 تقسيم 5 3. هل 5 على 3 تساوي 5 على 3؟ نعم يا أستاذ، 5 على 3 تساوي 5 على 3. إذن إنه المستقيم اللي عندي دي بي ماله يا أستاذ؟ موازي لأي مستقيم؟ المستقيم اللي بيقابله أياه؟ المستقيم AE. فإن دي بي موازي لأي؟ لAE حسب النظرية الآتية. طبعا يا أستاذ نراجع اللي حكينا. أول إشي أخذنا هو عبارة عن إنه يكون عندي النظرية ويحكي لي إنهم متوازيات. إذا حكى لي إنهم متوازيات يا أستاذي بروح مباشرة بحكي على نظرية التناسب. نظرية التناسب، والضلع المقابل للضلع إله، يعني الضلع BD مقابل لأي ضلع AE. تمام؟ طيب يا أستاذ رسمت خط زي هيك مثلا، خليني أرسم مثلث ثاني هون. رسمت خط زي هيك. طيب الضلع اللي عندي هون موازي لأي ضلع؟ للضلع اللي عندي هون. تمام؟ طيب رسمت مثلث آخر لأي ضلع موازي؟ الضلع اللي هون موازي للضلع اللي هون. تمام؟ تمام. وحكينا يا أستاذ إن بنمسك المقدار هون بنحطه على المقدار اللي هون يساوي 3 على 9 وبلشنا نحل. بعدين أخذنا النظرية الثانية اللي بتحكي لي عكس نظرية التناسب. عكس نظرية التناسب. بحكي لك يا أستاذ هو بكون معطينا جميع الأرقام أضلاع المثلثات، وإحنا علينا فقط إن نثبت هل المستقيم اللي معطينا إياه موازي أو مش موازي. ولكن إذا كان يساوي بنحكي له يا أستاذ نعم موازي، وإذا كان لا يساوي يعني يا أستاذ كيف؟ بكون معطينا 4 يساوي -1 على 4 مثلا. هل الأربعة تساوي -1 على 4؟ أكيد لا. أكيد لا. فإذا هاي المستقيم بكون مش موازي للمستقيم الآخر. تمام يا حبايب قلبي؟ وهيك أنا بخلص الحصة الأولى من شرح أول فكرة في الدرس الأول، ويعطيكم ألف 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 عافية، وإن شاء الله بداية موفقة إلنا وإلكم، ومع السلامة حبايبي.